فقال اسم شرطة قديم تحت السلم، في درج صغير مقفول، في ملف محدش بيتجرأ يلمسه. اسمه ملف 304 اللي فتحه اختفى، ولحد دلوقتي محدش رجع يحكي ايه اللي حصل. انا نسمة، صحفية. دي رحلتي مع الملف اللي قررت افتحه لكم في رمضان واسجل لكم كل حاجة حصلت بالظبط، كل صوت وكل همسة، كل حركة وكل ظل حواليا. لما وصلت للقسم حسيت ان الجو تقيل وريحة خشب قديم ورطوبة مالية المكان، زي ما يكون المكان محتفظ بأحداثه من سنين طويلة. الأرض المعدنية كانت بتطلع صوت مع كل خطوة، والأبواب القديمة بتصرخ بصوت واطي كل ما تتفتح. قابلت الضابط عم حمدي، راجل طويل صوته هادي لكن جدي جدا. قال لي سيبيه يا بنتي، سيبي الملف ده، اي حد بيلمسه بيختفي. رعشة عدت في جسمي بس فضولي كان اقوى من خوفي. حاولت اضغط عليه وقلت له انا هعمل بودكاست عن الملفات الغامضة. نظرة عينه كانت كفاية عشان جلدي كله يقشر، وقال لي خدي بالك، الملف ده مش مجرد اوراق، ده كيان. صمتت الغرفة كأن الهوا وقف، كل حاجة حواليا بقت تقيلة ومظلمة وكئيبة. قعدت لوحدي في أوضة ضلمة، فتحت الملف وصوت الصفحات وهي بتتقلب كان مزعج جدا، لكنه كان غريب، غريب بطريقة مش طبيعية. الصور ووشوش الضحايا كلهم مليانين خوف، تعبيراتهم قبل الموت بثواني، خوف غريب صامت وموج. كلهم فتحوا الملف في رمضان، نفس الشهر ونفس الساعة، وفي بعض الصور كان في ظل ورا الضحايا، ظل مش واضح لكن موجود، كأن حد بيراقبهم أو بيراقبني. من كل صفحة وكل صورة كان بيبص عليا. جسمي بدأ يترعش وقلبي بدأ يدق بسرعة، كأن عقلي مش قادر يركز. بدأت أسمع أصوات خفيفة، همسات وصرير خطوات مش واضحة، كأن الأوضة نفسها بتحذرني من الاستمرار. حاولت أتجاهلها لكن قلبي كان بيقولي إن في حاجة موجودة. فجأة سمعت صوت خافت بيقول شش. ارتجفت، حسيت بالبرد بيمشي في عروقي، الجو كله اتغير، كأن كل حاجة حواليا ضغطة، وكأن الظل نفسه بيتحرك ببطء بيراقبني وبيقرب مني. ركبت تسجيل قديم من 30 سنة، في صوت شخص غامض بيقول اللي بيحل الملف بيتغير. بدأت أقارن تاريخ الضحايا كلهم فتحوا الملف في رمضان، نفس الشهر، نفس الساعة، ساعة 304. فجر الساعة اللي بيختفي فيها كل حاجة، وكل اللي حاول يكتشف الملف انتهى بطريقة غريبة. محدش عارف حصل ايه بالظبط. قعدت اتفرج على صور كل ضحية كأنها بتحاول تحذيري، ايديهم كانت متشبسة وعيونهم مليانة رعب. فجأة حسيت برجفة قوية في ايدي، الملف وقع على الأرض وسمعت خطوات بطيئة بتقرب مني. حسيت الجو تقيل وكل خطوة أخدتها كانت أصعب، وكل صوت كان بيزيد قوة. بس لما بصيت ملقتش حد، مجرد ظل بيتحرك في الضلمة. خرجت من القسم وكنت حاسة ان حد بيتابعني. الكاميرات القديمة في القسم كانت بتسجل الظل ورايا لكنه كان بيختفي اول ما ابص حواليا. كل خطوة كانت تقيلة، كأن الارض نفسها منعني اتقدم. حاولت اتنفس لكن كل الاصوات الصغيرة حواليا اتحولت لهمسات بتهمس باسمي. بس رجعت البيت وحاولت اعمل كوباية شاي، لكن كل حاجة بدأت تبقى غريبة. صوت المية عالي، الأوضة ساكتة، كأن الوقت وقف. قعدت على الكرسي وغميت عيني، حاولت أرتب أفكاري وسجلت رسالة للبودكاست. لو بتسمعني افتكر إن ملف 304 مش مجرد أوراق، في حد بير. فجأة رن الموبايل، رسالة مجهولة، الساعة قربت 3. اتجمدت وقلبي وقع في معدتي، حسيت بوغز في دماغي، كل حاجة حواليا كانت ساكتة. فجأة الهوا اختفى والظل بدأ يتحرك، وكان واضح ان اللي جاي مش هيتوقف عند رسايل، وان فتح الملف كان اكبر غلطة خدتها بحياتي.
قعدت أتنفس بصعوبة وعارفة في قلبي إن رحلتي مع ملف 304 مش بس بدأت، دي دخلت دورة مش هتنتهي، وكل ثانية بعد اللحظة دي ممكن تقرب للخطر، وكل اللي هيسمع قصتي ممكن أكون هدف.